ما هو ما ينفعش العيد يعدي علينا كده من غير ما نعمل الوصفة القمر دي. وصفة سهلة، بصوا هي مش سهلة قد ما هي وصفة مطاعم متكلفة. والله فعلا الطبق ده لو بتاكليه بره هتشتريه بمبلغ. فتعالوا نعمله مع بعض ونشوف الوصفة القمر دي عملناها ازاي. واضح من الصورة اللي قدامكم ان القطعة اللي انا مستخدماها من اللحمة هي قطعة بفتيك. ايوه قطعة بفتيك بس مش مدقوقة. انا طلبت من عند الجزار بفتيك وقلت له ما تدقهوليشي. انا هدقه في البيت، يعني عارفين انتوا لو هدقه في البيت مالكش دعوة انت. فالحقيقة ان انا سبته كده زي ما هو، بس جبت قطعة بفتيك حلوة قوي كده زي ما انتم شايفين. قطعت شوية خضار هقول لكم عليهم دلوقتي، بس تعالوا الاول ندي صدمة او تشويحة على الجريل او في الطاسة للحمة. انا هنا حطيت معلقة من الزبدة او السمنة وعليها كده معلقة من الزيت، علشان بس الطاسة بتاعتي ما تحرقش معايا او الجريل ما يتحرقش معايا مش اكتر. وبعد كده ببدأ ان انا اول ما السمنة او الزبدة يسيحوا معايا ويسخنوا قوي والطاسة او الجريل يسخن قوي، بنزل بقطع اللحمة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا بكون معليها النار بتاخد صدمة، وبرش كده ملح وفلفل اسود واديها واقلبها على الناحية التانية، وبتاخد صدمة على الجهتين يعني على الناحيتين. اخدت صدمتها خلاص ويمكن يعتبر استوت بنسبة حوالي 70-80%. هبدأ بقى ان انا اشيلها بالشكل ده في طبق كده على جنب. وفي نفس ذات الجريل هحضر معايا الخضار عبارة عن ايه؟ بصل متقطع جوانح اللي هو شرايح مثلا، وببدأ ان انا كمان اقطع جزر صغير او مثلا مكعبات او شرايح براحتك برضو، وطماطم متقطعة كده مكعبات، فلفل بقى اخضر احمر سبايسي براحتك. وما ننساش بقى فص توم كده حلو. وهنبدأ ان احنا نتبل الخضار. التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه؟ ملح فلفل اسود بهارات لحمة. اذا متوفرة عندك، مش متوفرة فهتستكفي بالملح والفلفل الاسود بس. هي اصلا الوصفة كلها معتمدة على الملح والفلفل الاسود علشان نحس كده بطعم اللحمة مش اكتر. طبعا انا حطيت بس زيادة نكهة كده ورقة من اللوري وكمان فصين من الحبهان. وضفت بقى معلقة كده من الصويا صوص على الخلطة دي وشوحتهم كويس، او على الخضار ده وشوحته كويس. وجبت بقى طاجن وبدأت ان انا احط كده الخضار في القاع بتاع الطاجن، ونزلت بقى بقطع اللحمة كده زي ما انتم شايفين بالشكل القمر ده، وغطيتها بورق زبدة وورق فويل، ودخلتها الفرن على الشبكة. ما حطيتهاش على الرف من تحت ولا حاجة. انا حطيتها على الرف الوسطاني. زودتها بس كده نص كوباية من المية وبس كده، ودخلتها لمدة تقريبا نص ساعة. كانت مستوية ودايبة معايا والخضار دايب وحاجة كده زي الفل. بتقدموها بقى مع رز ابيض، مع مكرونة، مع رز بسمتي. بتقدموها مثلا تاكلوها مع عيش تغمسوها كده، بتبقى في منتهى اللذاذه. بس عموما الوصفه دي احنا بنشتريها من بره، او الطبق ده بنشتريه من بره بمبلغ فعلا. وعايزه اقول لكم بنفس طريقه التقديم دي خضار ومعاه قطعه اللحمه وشويه الرز الابيض وبس خلاص. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.